السلام عليكم مشاهدينا الكرام. موضوعنا في هذه الحلقة هو ألقاب وإنجازات الأندية المغربية في مختلف المسابقات الإفريقية والعربية والدولية. 28 لقبا. أولا، 7 ألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. توج الوداد ب3 ألقاب، وتوجت الرجاء ب3 ألقاب، وتوج الجيش الملكي بلقب واحد. ثانيا، 7 ألقاب في كأس الكونفدرالية الإفريقية. توجت الرجاء بلقبين، وتوجت نهضة بركان بلقبين، وتوج الجيش الملكي بلقب، وتوج الفتح الرباطي بلقب، وتوج المغرب الفاسي بلقب. ثالثا، 5 ألقاب في كأس السوبر الإفريقي. فاز الرجاء بلقبين، وفاز الوداد بلقب، وفاز المغرب الفاسي بلقب، وفاز نهضة بركان بلقب. رابعا، لقبين في كأس الاتحاد الإفريقي. فاز الكوكب المراكشي بلقب، وفاز الرجاء بلقب. خامسا، لقب واحد في كأس الكؤوس الإفريقية. فاز الوداد بلقبها. سادسا، لقبين في كأس الأفرو آسيوية. فاز الوداد بلقب، وفازت الرجاء كذلك بلقب. سابعا، 3 ألقاب في كأس العرب. فازت الرجاء بلقبين، وفاز الوداد بلقب واحد. ثامنا، لقب واحد في كأس محمد الخامس الدولي. فاز الوداد بلقبها. تاسعا، كأس العالم للأندية. وصول الرجاء لنهائي. شكرا على تتبعكم.